خد بالك، الاكل مش شبع بس، لا، ده الاكل كمان طريق للصحه والنشاط. انت كلت كشك قبل كده ولا لا؟ او كل ما كلتش كشك هتقول لي ايه هو الكشك؟ الكشك اكله مصريه معموله من اللبن والقمح، وطعم مميز جدا وفايده كتيره. هتقول طب اكل كشك ليه؟ اقول لك يا سيدي خد الفايد بقى. في بروتين بيقوي العضلات ويقوي المناعه، وفي الياف بتساعد على الهضم وتخليك تشعر بالشبع، وفي فيتامينات ومعادن للجسم زي الكالسيوم والحديد، وفي اوميجا 3 بتحافظ على صحه القلب. على فكره ده مش كلامي، ده كلام الدراسات الطبيه. وبعدين بيقلل الحساسيه والربو. طب الكشك بيتاكل ازاي؟ ايوه، سؤال كويس. مالح مع اللحمه او الفراخ، او حتى في السلطه. حلو مع الكنافه او البقلاوه او الكيك. الخلاصه، الكشك مش اكله تقليديه، كنز غذائي لازم تاكله. خلي صحتك دايما في طبق كشك. حبيت انبهك على اكله مصريه قديمه مفيده ولها فوائد كتير. تحياتي، وانا بشكرك على الاستماع لي. ان لم تكن قد اشتركت في القناه الخاصه بي ارجوك اشترك، فهذا يسعدني. خد بالك، التحفيز الصامت لا يشجع على الاستمرار. مره اخرى، خالص شكري.